بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأفضل الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإرفان. حضرة المكرم والمحترم المدير العام للتعليم الإسلامي لوزارة الشؤون الدينية جمهورية الإندونيسية Bapak Profesor Dr. Phil Kabarudin Amin MA, selamat datang Pak di Aceh. Itu kedua kalinya dan yang pertama di periode kepemimpinan ini. Raisu Wizarat Syu'un Diniyah Al-Mahaliyah Muhafadzah Aceh, Raisu Wizarat Ta'lim Al-Mahalliyah Muhafadzah Aceh, Ar-Raisul Am Ittihadi Mudarris Al-Lughah Al-Arabiyyah di Indonesia, Naibul Mudir Jami'ah Ar-Rani Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banda Aceh, Umadaul Kulliyat di Jami'ah Ar-Rani, Rais Dirasah Al-Ulya di Jami'ah Ar-Rani, Ru'asa'u Aqsam At-Ta'lim di Jami'ah Ar-Rani, Duyufuna Al-Kiram minal Musharikina wal Multaqa Al-Ilmi Al-Alabi, للغة العربية داخل إندونيسيا وخارجها. مرحبا بحضوركم إلى منطقة آچه المعروفة بسكانها يطبقون الشريعة الإسلامية ويتمسكون بتعاليم الإسلام ويحترمون اللغة العربية ويتعلمونها حتى يستفيدوا بها في التبحر والتعمق بتعاليم دينهم الحنيف الذي كان مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بكل السعادة والسرور من أنني أقوم بين أيدي ضيوفنا الذي قدموا من الدول الشقيقة والصديقة ومن جميع أنحاء إندونيسيا والإخوان الحاضرين في هذه القاعة. لا ألقي كلمة مما يخطر ببالي وما يبدو في ذهني. أرحب بكم وأحييكم جميعا أيها الإخوة وأيتها الأخوات من الباحثين والمحاضرين والمشاركين في الملتقى العلمي المهم المحبوب. ليس هناك نقاش أن اللغة العربية مهمة جدا في الدراسات الإسلامية، حيث هناك العديد من الأبواب اللغوية. لقد تطورت الدراسات اللغوية العربية المعاصرة، ولكنها لم تتطور بما فيه من الكفاية، ولا سيما في الإطار التوليدي التحويلي، كما هو الشأن بالنسبة للإنجليزية على سبيل المثال. نظرا إلى هذه الأهمية، فتدريس اللغة العربية في الكليات التابعة لجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية له منزلة هامة. إن تدريس اللغة العربية في هذه الجامعة لا يمكن الإهمال والتساهل به، لأنها لغة القرآن الكريم
ولغة الأحاديث النبوية الشريفة ولغة الكتب العربية التي بنيت وفسرت مضمونات هذا القرآن الكريم. فليس بالإمكان أن يفهم الطلبة تعليم الإسلام إلا إذا أتقنوا باللغة العربية مع علومها وفنونها وخصائصها. فلا سبيل إلى هذا الإتقان المقصود إلا بتدريسها والسعي للاكتساب بها بمجهود كبير، بخصوص ما يتعلق بالتجديد في كل ناحية من نواحيها. أما الغرض من تأسيس جامعة الراني الإسلامية الحكومية فهو العمل في تنفيذ التربية والتعليم للمستوى الجامعي بالنشاطات العلمية المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمية وخدمة نؤلف بها الحضارة، ونجعل اللغة العربية لغة الحكمة والفلسفة ولغة الإلهام في المعارف والعلوم، ونغرس في قلوب أبناء مجتمعنا التحبب على هذه اللغة ليشبوا صالحين مساهمين في تطوير المجتمع المدني المستقبل. وأقول هنا جئت جديدا وسكنت قديما. Bilugha Indonesia yakni saya memang pendatang baru tapi stok lama. Wa ashkur li jami'i ad-duyufi min al-bahisin wal hadirin walillahil musta'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا أيها الحفل الكريم. والآن سنستمع إلى